واضحا في شرطه، هو أن يكون خط جوي مباشر وأن يكون بطائرة مغربية، وهذا الشرط كان على الاتحاد الإفريقي وليس على الأشقاء الجزائريين. إذا نجح الاتحاد الإفريقي في ضمان خط جوي مباشر بطائرة مغربية سنكون حاضرين، إذا لم يتمكن فسيكون الاتحاد الإفريقي فشل في مهمته، والمنتخب المغربي الآن هو جاهز ويستعد تحسبا لهذا المنتخب التونسي من طرف الكاف لأنه لم يشارك. المنتخب التونسي لم خير عدم المشاركة في بطولة أفريقيا المحليين. إذا مش تعاندني في بلادي أنا نقوم، شوف تعاندني في بلادي نقوم ونخليك في مكاني. أي من الآن يوم 13 من هذا الشهر تنطلق هذه الكأس الإفريقية. كابتن حكيم صباح، يبدو أنه تنظيم جيد جدا، ملاعب جديدة في الجزائر، أجواء أخرى، تقريبا ستكون أفضل البطولات الإفريقية للمحليين إن صحت هذه. أكيد ربما هي ستكون الأفضل. لماذا؟ قياسا ب 18 منتخب سيشارك وهذه الأولى في التاريخ. ثانيا الملاعب 18 نرجعوا لها، خاطر إفريقيا حنكون تعرفش العالم نقولوا يزيد فيه، هم يقدروا يرجعوا ل 14 18 طريقة سيئة جدا، ولكن كمحليين ممتازة جدا. الملاعب التي جهزت وهيئت من طرف الجزائر ملعب بالرويبة نيلسون مانديلا بالرويبة الذي سيكون هو الذي سيحتضن كذلك النهائي وسيحتضن مباريات المنتخب الجزائري. السلام عليكم ورحمة الله. إذا وصلت إلى هنا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتعليق مناسب ولايك للفيديو لكي تتوصل بباقي الأخبار العاجلة المتعلقة بالمغربية والجزائر. سلام الله عليكم.